والله شوف يعني النظام شيء، ولكن هذه مناسبة ما أعتقد أنه راح يفوت هذه الفرصة الأستاذ خالد البلطان. يعني إذا كان النظام هذا فطبعا طلع في درجة الشباب واستلم كأس البطولة، طلع بعد مباراة الشباب الاتفاق وشفناه في التلفزيون صرح يعني إذا كان ممنوع فحتمنع من الصعود لهذه. أنا في هذه معه، خذ أي عقوبة ولكن لا تفوت السلام على الملك، ما فيها. بس يعني بس أنا وبعدين يعني قد الإيقاف واصل. لا أنا سؤالي الآن مو على مسألة القرارات، القرار الصدر، لكن ماذا لو خالد البلطان حضر؟ طالما انت الان معاقب ولجنه الانضباط. طب هو حضر في درجه الشباب؟ حضر نعم، بس يمكن حضر هناك مبررات يقول ما وصلوا اعتقد القرار رسميا، هو ما قرانا الصحف. لكن هو زي ما قلت يا وليد ما حد حيمنعه، حيحضر، لكن في النهايه وش القرار؟ اقول لك حاجه، اتحاد كرة قدم اسمع لا نضحك على بعض، اتحاد كرة قدم مو قادر يعاقب بعض رؤساء الانديه، جاي تشطر على خالد البلطان. صباح الفل. لا خالد البلطان صباح ورني الشوارب على كل رؤساء الانديه وانا ارفع لك العقال واقول لك والله انك اتحاد فحل. لكن يجي تتهم الرجل طول عمره العنصريه ويقول اوكي ماشي كل شيء صرح، ما صرح الا العنصريه، مجتمعنا يرفضها. العنصريه نعم، خالد البلطان كان اكبر عنصري في تصريحه. لا مو صحيح. لا عنصري. ليش عوقب اذا؟ ليش عوقب؟ مو صحيح. ليش عوقب يا ابو بدر؟ عوقب من الجهه اللي هو اتهمها. وليد البلد ده الا العنصريه، ما تقول لي لونه ما لون. وهو طلع قال انا مش وهو طلع قال احمد عيد حربي، هو طلع قال رئيس الاتحاد السعودي كرة القدم. استدرك ولا ما استدرك؟ ما لي شغل استدراك يا رجل خلاص قضيه شخصيه. لا في الحكم اللي صدر. ابو محمد ليش عاقبوه؟ على اي اساس عاقبوه؟ انا بسالك. ابو محمد عاقبوه على العنصريه. يا ابو بدر جيب رايك على راسي، بس انت غير محايد. لا محايد، انا محايد في قضيه البلطان، اكثر واحد محايد في النقطه دي. لانه البلطان انا بقول لك بكل امانه، لانه ابو بدر انت ما ترضاها. ما حد يرضاها. احمد عيد انجرح. لا اوكي احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم. احمد عيد هو مرجع لخالد البلطان ويفترض انه يحترم هذا المرجع. بس برضه واذا كان هو انت بهذه الطريقه لكن الاستاذ لا ما اخرج. يدفعوا في الرياضه. لا ما اخرج. لا ابو بدر يجب في حل وسط، مش كاس تكسير. لا امام العنصريه لازم نقول الحقيقه. امام العنصريه لابد ان نقف كلنا، لان انت هذا مجتمع كلنا ضدها. بيجي عفو في النهايه ابو بدر، بيجي عفو في النهايه والرجل بيطلع يعني. العفو. اقول لك محمد تصبح على خير. انا بس قبل تعليق على بريرة. ما يكون في عفو. عندي تعليق على